الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 52 جنيه و52 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم لمتابعة آخر أخبار الدولار والاقتصاد في مصر لحظة بلحظة. في الفيديو ده هنتكلم عن آخر تحديث لسعر الدولار بعد ما شهد السوق حالة من الارتفاعات القوية في البنوك المصرية. يلا بينا نتكلم عن الأسعار وبعد كده نبدأ فقرة التحليل الفني. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 52 جنيه و39 قرش للشراء، 52 جنيه و49 قرش للبيع. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 52 جنيه و38 قرش للشراء، 52 جنيه و52 قرش للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 52 جنيه 42 قرش للشراء، 52 جنيه و50 قرش للبيع. بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52 جنيه و29 قرش للشراء، 52 جنيه و40 قرش للبيع. سعر الدولار قدام الجنيه المصري في البنوك المصرية من غير أي تغيرات كبيرة مقارنة بالأسعار اللي كانت موجودة خلال الأيام اللي فاتت. وبكده يواصل الدولار حالة الاستقرار في أغلب البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مع متابعة الأسواق لأي تطورات اقتصادية ممكن تأثر على سعر العملة الأمريكية قدام الجنيه المصري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حابب تتابع آخر أسعار الدولار في مصر أول بأول اشترك في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك الفيديو. مع السلامة.